ذا تيم اوف ذا سيزون. بينما كنت قاعد زهقان مش لاقي حاجه اعملها، لقيت كل الناس على كل مواقع التواصل بيتكلموا عن ايه، عن التيم اوف ذا سيزون. هو في ايه؟ وش بقى جت عليا؟ ففكرة الفيديو بتاعت النهارده ان احنا هنتكلم عن حدث التوتس، وهنشوف ازاي نجيب كل اللعيبه اللي موجودين. فمن غير اي كلام كتير انزل بالانترو. ان الحدث بتاع التيم اوف ذا سيزون او بالاصح التوتس متقسم لخمس اقسام، اللي هو المين والبريميوم ليج والتوتس ايكون والتوتس اريا والالتيميت توتس. تمام، اول حاجه بس هنبدا بيها واللي هي قسم المين. تمام، واجيب لك هنا لحبه لعيبه تمام ليها علاقه بالايه، ليها علاقه بالتيم اوف ذا سيزون. بس عندك هنا بقى الديلي ورم اب، دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن ان انت بتلعب 5 مطوشه تمام، او تدريبات، او اي بتلعب 5 مطوشه او اي حاجه. تمام، تدخل مثلا الديفيجن ريفيرس تلعب اي ماتش. تمام، تلعب منه 5 مطوشه، مش شرط تكسب او تخسر. تمام، ويديك هديه. تمام بس. تمام، وعندك هنا بقى حاجات ممكن تتفتح لك بقى، يعني ممكن تجيب مثلا لاعب من الدوري الايطالي 93، واحد من الدوري الفرنسي، الماني، ساندي ماكسيمان. بس دي تمام بتيجي نتيجه من ايه؟ دي اما تعمل الورم اب دي، يعني مثلا انا فتحت الورم اب دي مره. تمام، فانا لو عملتها مره تمام، حتى هو بيقول لك unlock after claiming one daily warm up reward. تمام، اعملها دي مره هقدر اخد ساندي ماكسيمم. لو عملتها 10 مرات هقدر اخد كوناتيه. لو عملتها 17 هاخد لاعب 93 دوري الماني. لو عملتها 24 اخد واحد 93 دوري فرنسي، وهكذا بقى. يعني مثلا عملتها 31 دوري بقى اسباني، دوري ايطالي، وهكذا. وفي الاخر خالص لو عملتها، يعني انت بس قعدت تلعب 40 يوم تمام، في الاخر بقى خالص هتاخد لاعب التيميت توتس بلاير. تمام، بس ان تريد مشكلته. تمام، ودي لعيبه البريميوم ليج. تمام، كلهم الموجودين يعني في الحدث. بقى في حاجات هنا بقى اللي هي اول اباوت توتس بقى، اللي هو المقايضات والمهام والتشالنج بس سيبها دي في الاخر. نخش بقى ايه على البريميوم ليج. بصوا يا جماعه، هنا ده اللعيبه، ابرز اللعيبه اللي موجودين تقريبا في الحدث، واللي هم كول بارمر ورايس وصلاح وماني. لا ماني ايه، صلاح وهالاند وفودن، ولا في لعيبه يعني معروفين. انت بقى هنا بتلعب هنا 4 تمرينات. تمام، 4 تمرينات، وتقدر تلعب ال3 ماتشات دول. لما تلعبهم يعني بتجمع حاجه اسمها PL بوينت بروجرس، او بالاصح البريمير ليج بوينت بروجرس. لما تجمع منها 50 تقدر تاخد التوتس بوينت ايه. حلو، دي لما تروح هنا كده لما معاك 50 تقدر تفتح من هنا 5. ولو بتفتح بقى 1 2 3 4 بقى لحد رقم 7 لحد رقم 8 هتقدر تاخد 3. هتقدر تاخد مانيو او بوين او ماسكرانو. تمام، بس تقريبا ان البريمير ليج كل اسبوع تقريبا هيضيفوا قسم جديد. يعني مثلا ان ده التوتس بتاع تيم اوف ذا سيزون، يضيفوا بقى التوتس بتاعت بقى مثلا الليجا، التوتس بتاعت البوندس، التوتس بتاعت الدوري الايطالي، التوتس بتاعت الدوري الفرنسي، وهكذا تقريبا كل اسبوع، مش متاكد. وعندك التوتس بوينت اوفر. تمام، دي لو معاك 150 مثلا تقدر تاخد واحده. تمام، وممكن تتفرج على اعلان، يعني مثلا لو اتفرجت على اعلان واحد هيديك 5. تمام، حلو. ده بالنسبه ايه للقسم بتاع البريميوم ليج. اما لو دخلنا على التوتس ايكون اللي بقى هنا، دي عامل زي قسم تمام اللي هو قسم الرود. تمام، لما كنا بنلعب مطوشه وبيدينا كده لعيبه ببلاش، اللي هي بتاعت عجله الحوض. فانا لو دوست هنا ستارت، تمام، عندنا هنا الديلي ليتمس. دي عباره عن ايه؟ عندك هنا بار تحت. تمام، مثلا عندك هنا بقى مطوشه ممكن تلعبها يوميا. مثلا ممكن تلعب الماتش ده تمام، تلعبه كتير بقى. تمام، عشان تاخد حاجه اسمها توتس ايكون بوينت. انا عارف فايدتها ايه دلوقتي. لما اجمع 20 عموما، مثلا لعبت فيز اتاك، تمام، لو كسبت 8 مطوشه تاخد 8، لو تعادلت تاخد 4، لو خسرت تاخد 2. قبل لو لعبت هيد تو هيد هتاخد 12، لو تعادلت تاخد 6، ولو خسرت تاخد 3. تمام، عندك هنا برضو ايه البوينت بتاعت الايكون. تمام، اللي هي فوق هنا عامل لكم عليها. تمام، البوينتس اوفر. تمام، دي بناخدها. وهنا دي بقى لما بنعمل البار ده، لما بنقفله بندوس على كلمه كليم بيدينا بقى حبه بقى من التوكن بتوع الايكون. عندك بقى هنا كل فتره. تمام، هو مدينا هنا بالظبط 9 حاجات في هنا ايكون. تمام، ممكن ناخده ببلاش. حلو، هو مدينا ايه 4 حاجات معروفين عنه. تمام، زي الاوفر، زي النيم، زي النيشن اللي هي الدوله بتاعته او جنسيته، والبوزيشن مركزه. يعني هو اهم حاجتين النيشن والنيم. تمام، انت عرفت النيشن والنيم خلاص تعرف البوزيشن. اما الاوفر مش هيكون اهم حاجه. تمام، فتقول تقول لي ده بجيبها ازاي؟ بيبقى معاك التوكنات بقى. التوكنات دي اللي هي التوتس ايكون توكن، دي بنجيبها منين بقى؟ لما تلعب هنا كتير، لما تخلص البار اللي هو 20 ده وتدوس على كلمه كليم،
تمام. هيجيب لك حبه توكنات، تمام. مثلا ممكن يكون مثلا 15 20 حاجه كده، تمام. ولو انت بقى مالكش خلق تلعب ومن الناس اللي هم الحيتان اللي هم بيحبوا يصرفوا يعني، ممكن تشتري هنا بقى واحده وتريح دماغك، اذا كان هنا او من هنا، تمام. بس دي بتتفرج على الفيديوهات هي مش تدفع، تمام. عندك بقى هنا انت فتحت اهو، جبت النيم، بس كل واحده اغلى، خلي في بالك انت النيم اهو ده اغلى واحد فيهم ب 225، اما الاوفر ب 100، اما النيشن ب 125، البوزيشن تمام بكام؟ ب 125 برضو. بص هما 9، يعني انت كده كده لازم تعملهم من 9، عشان بيقولك اهو البروجرس من 9. حتى هنا بيقولك complete the shutout to claim the reward of icon player، يعني بيقولك على بلاطه ان انت لازم تعمل ال9 دول مش هتعرف تاخد الايكون، تمام. وده ايكون بريميوم ليج، عندك 1 2 3، عندك 3، تمام. 3 من ايكون هم بتوع البريميوم ليج، تقريبا ممكن يكونوا داجلش تقريبا وفييرا، وواحد تالت مثلا هنري مثلا أو كده يعني. لو عرفت اجيب لكم صور الكارت بتوع الايكونز دول هجيبها لكم، تمام. بالنسبه بقى للتوتس اريا، التوتس اريا يا جماعه بصوا هي سهله قوي. هنا بيجيب لك يعني هنا تمام عامله زي التور بتاع دوري ابطال اوروبا، لما كنا بندخل تمام كان بيديك توكنات ببلاش، كان تقريبا 20 توكن، تمام. وبتلعب مطوشه حلو، بس كان كل ما بتعلى بقى بالتوكنات كل ما الاوفر يعني الهدايا بتزيد، تمام. مثلا هنا اهو انا دوست على دي ثانيه على الفري انرجي، اخد 3 توكن، تمام. دي ممكن العب بيها ايه 3 مطوشه مثلا، ممكن العب 3 مطوشه هنا، 3 مطوشه في الفيزا تاك او في الهيد تو هيد او ماتش عادي، تمام. انت بقى انت ومستواك، تمام. ممكن تلعب هنا ماتشين وتاخد مثلا 3، لو كسبتهم تاخد 60، تتعادل في مثلا تبقى معاك 40 وواحدة في 50 وهكذا. مقابل كل ده تمام لو كسبت يعني مثلا لو معاك 20 توكن حلو، ممكن تفتح الباكة دي من 75 ل99، وهي دول الايكونز بتوع الحدث، تمام. اللي هم داجلش وفيرا، تمام. ممكن تاخدهم، وده هو بتقول لك هو بتعمل لهم ريفرش ان 3 دايز، يعني دي هتعملها ريفرش كمان 3 ايام، لان هي تقريبا ليها حد اقصى ان انت اخرك تفتحهم 3 ايام 3 مرات بس، هو هيجددوا كمان 3 ايام. اما بالنسبه لايه لل30 هي اغلى بس الاوفر زياده، يعني مثلا دي 84 99 حلو. دي هنا برضو فيها نفس الكلام، بس دي فكرة هتفتحها مرتين. اما ال40 دي من 86 ل99، دي افتحها مرتين برضو. اما ال300 من 92 ل99 دي تفتحها مرة واحدة بس. اما بقى ال300 برضو لو انت بقى عايز تشغل دماغك، تمام، تشتري ماسكرون، تمام. ودي بقى هنا بقى الايكونز هنا بيقول لك ان انت تمام بعد ما تفتح مثلا انت معاك 30 مثلا 300 توكن، تمام، اللي احنا جبناها اللي هي اسمها ايه، اسمها التوتس اريا بوينت حلو. معاك منها 300، فتحت منها جبتها مثلا جبت فتحت الباكه دي، جبت ماسكران واي حاجه، تمام. لو جبتها هتقدر تاخد واحد من 3 لعيبه دول، هتقدر تاخد واحد دوري اسباني وواحد دوري اسباني برضو، وتقدر تاخد روميرو اللي هو مدافع توتنهام الارجنتيني، تمام. احنا كده يعتبر لمينا الحدث بتاع القسم بتاع التوتس اريا، ونخش على الالتيميت توتس. لكن للاسف اخر قسم موجود في حدث التيموسا سيزون واللي هو اسمه التيميت تيموسا سيزون او الالتيميت توتس لسه فاضل له بالظبط 24 يوم من وقت تسجيل الفيديو ده، تمام. وهيتفتح، فتعالوا بينا نشوف الحاجات الجديده زي المقايضات والمهام وهكذا. فتعالوا بينا نشوف المقايضات. عندنا هنا بقى دي التوتس، دي كل مقايضات التوتس حلو. والحق الحق عشان تقريبا اخر مره لما نزل موضوع التوتس ده في السيزون اللي فات، الناس فاكره في 23 ان اول ما نزل الحدث بساعه، تمام، كان كل الناس بتفتح باكات، كان دايما بيجي لهم صلاح الالتيميت وهالاند الالتيميت وبلينجهام الالتيميت، تقريبا مش فاكر كان في بلينجهام ساعتها ولا لا، وحكيمي تقريبا الالتيميت او فريمبونج. فكان بيجي ناس لا تقيله تقريبا فريمبونج. فلا يعني كان في السنه اللي فاتت، مش عارف بقى السنه دلوقتي فيها الكلام ده ولا لا، بس مش موضوعنا مش موضوع. عندنا هنا بقى المقايضات كلها، نخش على مقايضه ماسكرانو، تمام. كل الناس تقريبا بتحب ماسكرانو. عندك هنا بيقول لك ايه، دي سهله، دي بيقول لك عايز 2 لعيبه 95 و3 لعيبه 93 وتاخد ماسكرانو، تمام. اما في المقايضه اليوميه، تمام، ولو فتحناها دلوقتي هنلاقي ان هو طالب منك لاعب بلس 70، والمقابل انت هتاخده لاعب من 80 ل97، تمام. اللعيبه اللي موجوده في لعيبه تيم اوف سيزون موجوده على تيم اوف زهير على هيرو وفي بيليل دراجون وحاجات كده غريبه.
وعندك هنا المقايضة اللي هي 90 93 تمام، اللي بتديك لعيبة توتس متطلباتها 4 لعيبة بلس 90 و6 لعيبة بلس 80 و12 لعيب بلس 70. هي متطلباتها مش صعبة أوي لكن سهلة يعني، وممكن تعملها 10 مرات تمام، وهتخلص كمان 3 أيام أو تتجدد يعني. والمقايضة اللي بعدها واللي هي ال 94 98 زي ما هي عالية في الريت، عالية برضه في طلباتها. يعني مثلا أول واحدة بيقولك فيها إن هو عايز 3 لعيبة بلس 94 و3 لعيبة بلس 90 و5 لعيبة بلس 85. مقابل كل ده برضه هتاخد لعيبة تيم وزير موجودين مثلا زي بالمر صلاح وهكذا تمام. أما المقايضة اللي بعدها واللي هي برضه من 94 ل 98 نفس الكلام، بس الفرق ان انت لازم تجيب له 6 لعيبة بلس من 90 ل 93 تمام. مقابل ده برضه هتاخد لعيبة جامدين زي صلاح وبالمر ورايس وكانتي ورافينيا وهكذا تمام. اما اخر مقايضة واللي هي ال 94 99 هي قد ان تكون اكتر مقايضة يعني الطلبات فيها عالية، زي ما هنشوف دلوقتي ان متطلباتها عايز لعيبة من 94 ل 97 تيم اوف زهير تمام، ويكون 4. فيعني هي صعبة، لكن وش ان لازم تجيب لك واحد تيم اوف زهير وش. يعني مثلا بقى من الايكونز بقى سكان هالاند رايس فان دايك فودن دي بروين والى اخره تمام. فده كان يعتبر شرح المقالات بالكامل. نخش بقى على المهام. تمام يا جماعة، زي ما انتم شايفين كده ان مهام الحدث هتقعد معانا في فترة الحدث كله، واللي هي يعتبر 45 يوم من وقت تصوير الفيديو ده. بس مش مهم، المهم دلوقتي مهام الحدث هما 5 بالمناسبة. اول واحدة ان انت تلعب 15 ماتش في التشالنج مود وهوريهولك بالمناسبة. وتاني مهم ان انت تاخد المكافآت بتاعة الورم اب اللي انا وريتها لك في اول الفيديو تمام. وتالت واحدة ان انت تكسب 15 ماتش في الديفيجن ريفيرس حلو. ورابع واحدة ان انت تفتح الباكة بتاعت الستور المجانية تمام، او اللي بفلوس عادي يعني 15 مرة. واخر واحدة ان انت تعمل لوجن تمام يعني اللوجن وتاخد الريوردز يعني اللي هي الهدايا الاسبوعية تمام. مقابل كل ده هتاخد باكا تيمو زي باكا تيمو ذا سيزون معلش، وواحد مسكرونو تمام. وتعالوا بقى نشوف ايه موضوع التشالنج مود ده. تمام يا جماعه، زي ما انتم شايفين كده ان انت لو احنا دخلنا على التشالنج ودخلنا على قسم التوتس تشالنج 24 هنلاقي ان احنا ممكن يعني المهام سهله يعني اللي هم طالبينها. هتاخد لاعب من 80 ل 99 ومتطلباتهم ان انت يكون الريت بتاعك ما يكونش فوق يعني يكون اعلى من 65 تمام. فانا لو دوست انتر دلوقتي يعني المهام يعني هتلعب تقريبا تمرينين وماتش حاجه كده زي ما هنشوف دلوقتي. وهيكون فعلا تقريبا هنلعب تمرينين وماتش زي ما انتم شايفين دلوقتي اهو. هنلعب تمرينين وماتش تمام. وفي الماتش الاخير هتاخد لعيب من 80 ل 99 تمام. وليك محاولة كمان لو خسرت مثلا ماتش او معرفتش تمر يعني تمرين معرفتش تعمله يعني تمام. فنخش بقى على اخر حاجة قد ان تكون موجودة في الفيديو اللي هنقفل بيها واللي هي تصريح النادي وبطله واللي هو فرانك ريبيري تمام. في الاخر خالص طبعا هتاخده ده في طبعا نهاية التصريح كام؟ هذا التصريح 60. والغريب ان في اخر التصريح كله مش هتاخد ريبيري، هتاخد ماسكرونو. يعني هي دي اول مرة تقريبا اشوفها، بس الموضوع مش احسن حاجة بس مقبول يعني. عندك هتاخد كومباني تمام اهو، وماسكرونو تاني، وفي مين تاني، وعندك ريبيري اهو هتاخده في الريت 30. والكورة دي الصراحة جامدة اوي، حلوة اوي. وتاخد لويس فيجو، وتاخد لأ هتاخد يا توري، وتاخد طقم 3 مليون كوين أول ما تشحن الرويال باس الباتل باس قصدي. وتاخد هنا الوينتر كارد. لا يعني مدلعينهم أوي 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 دلع على الآخر. بس يا جماعة ده كان الفيديو بتاع النهاردة. أتمنى تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتابعني حساباتي كلها على السوشيال ميديا عشان لو انزل فيديو هناك اقول هنا على طول بعدين اقول هنا. واشوفك فيديو جديد. سلام.